السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير خوتي العزاز. مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. بغينا نشاركوا معكم غديوة ديالنا بسيطة، نتمنى تنال الرضا ديالكم. عندنا ان شاء الله في المقادير الحيمة حسب القياس اللي بغيتو، حسب الاشخاص اللي عندكم. وعندنا ان شاء الله جوج بصلات مفرومين، عندنا مطيشه كبيره مفرومه محكوكه، عندنا 4 ضروس الثوم، شويه الزيت البلديه، عندنا معلقه سكنجبير، معلقه القزبر الحبوب، معلقه الخرقوم، شويه ديال الابزار والملح حسب القدر. وعندنا سكنجبير طري هو اللي غادي نحكو، سر الوصفه ديال اليوم، تيجي زوين مع الجزر ومع الزيت البلديه. وعندنا شويه ديال القزبر ومعدنوس دايرين مجمدين. وعندنا ان شاء الله السلطه فيها الخيار والبصله وفكوس وشويه مطيشه. نبداو على بركه الله، نصفوا الطنجره ديالنا، تنديروا هذيك اللحيمه نديروا عليها العطريه ديالها، نضيفوا الثومه ونضيفوا البصله ونشحروها كالعاده العافيه متوسطه حتى تتشحر مزيان مزيان، حتى نضيفوا الزيت ونضيفوا المطيشه، نضيفوا ديك الربيع ان شاء الله. وتنحكوا واحد شويه ديال السكنجبير كما تشوفوا، سكنجبير طري تعطيها واحد اللذه. وتنسلقوا في السلطه الباربه. من بعد ما تتشحر لينا ديك اللحيمه، يمكن لنا نضيفوا الزيت باش تدخل هاد الطياب وتدخل هذيك العطريه. صافي تنضيفوا ديك مطيشه، وعاد نزيدوا البلول اولا نزيدوا القياس ديال الماء اللي غادي طيب فيه هاد اللحيمه، غير القياس اللي غادي يطيب فيه. ومن بعد ما يدخلوا الطياب اولا نص طيبه تنحلو عليه ونضيفوا هذاك الجزر، نسدو عليه ونخليو الطنجره ديالنا طيب على خاطرها. ونمشيو ان شاء الله السلطه تنمشيو نقطعوها ونديروها في الثلاجه تبرد. اللحيمه من بعد ما طابت نص طيبه تنضيفوا داك الجزر اولا الخيزو اولا الدجاجه، كل واحد كيف تيقول ليه. نتمنى هذا الطبق يعجبكم خوتي العزاز، راه بسيط وصحي، ولكن للاسف كاين دابا الوليدات ديال اليوم ما بقاوش يبغيو بحال هاد الطواجن اولا بحال هاد المرقه، اولا تيقول لك المرقه ثقيله علينا، ديروا لنا شي حاجه اخرى خفيفه. ولكن اللي تيبغي التغميسه ضروري ما ديري الخاطر لهنا ولهنا. من بعد ما تطيب هذه تنخليوها صافي خوتي، تنمشيو نحطو في الطبق التقديم ديك السلطه ديالنا الباربه. من بعد ما قطعناها وتنحطو ديك الشليضه ديالنا، وعاد غادي نبداو عاوتاني من جديد. في اللي بغى شي حاجه اخرى نطيبوها ليه، الله يخلي لكم وليداتكم. كاين اللي ما تيبغيش المريقه، ولكن تيبغيو حاجه اخرى خفيفه. ولاد اليوم راكم عارفين، غادي نطلبوا نطيبوا لهم ان شاء الله طاكوس، هو واجد، ولكن نطيبوا لهم شويه ديال الكفته وشويه ديال البطاطا وداك الشيء ديال هاد الطاكوس اللي ولفوا. صافي نصايبوه لهم في البانيني تا هما نديروا لهم خاطر وما نخليهمش بلا غدا. الله يحفظكم والله يحفظ لكم وليداتكم، والله يعطيكم اتساع الخاطر، الله يعطيكم الصحيحه باش تكونوا معاهم يا ربي. هذا هو الطبق ديال اليوم ان شاء الله. نتمنى ينال الرضا ديالكم والاعجاب ديالكم خوتي العزاز. تنستفوا السلطات ديالنا، من بعد ما نديروا ليها شويه ديال الابزار والملحه وشويه ديال الخل وشويه ديال زيت البلديه، نتوما مالين الخير. صافي نقدموا الطبق على الطابله. وهذا هو النهار ديال اليوم، بغينا نشاركوه معكم ونتمنى يعجبكم يا ربي. بعض المرات اخوتي العزاز حتى تطيبي المريقه وتطيبي كل شيء تحطيه فوق الطبله جميع الوليدات باش ياكلوا، ما تيبغيوش ياكلوا. علاش؟ تيقول لك ما بغيناش المرقه، ما بغيناش هادي، ما بغيناش هادي، ما بغيناش الطاجين. ايوا نتوما دائما المرقه
ايوا تضطري انك تتصايبي شي وجبه خفيفه اللي غادي ترضيهم فيها، ولا غادي تسد ليهم بها الجوع باش يبقاو على خاطرهم. واش غادي دير الا ما جيتيش ترضي الوليدات وما هذا، انت ما غاديش تاكلي بخاطرك، وما غاديش غادي ما غيبقى فيك الحال كما كان الحال، غيبقى فيك الحال. ايوا نتمنى التوفيق للجميع، ونتمنى هاد الفيديو نال الرضاء ديالكم ويعجبكم. الله يحفظ لكم وليداتكم، الله يخليهم ليكم يا ربي. تتجي المريقه مشربه وناشفه وتيجي زوين ولذيذ وبسيط بطريقه بسيطه. نتمنى لاي المبتدئين يمكن لهم يتعلموا ويستافدوا. واخا البعض ما بقاش تيبغي يطيب في الدار، ولا تيبغي يشري الاكل جاهز للاسف الشديد. نتمنى خوتي العزاز ديروا لنا لايك والبارطاج، وما تنساوناش بالتعاليق الزوينه ديالكم لكل ما تنبغيو نبتعدوا الا وتنتوحشوكم وتنتوحشوا الكلمات الطيبه اللي تكتبوها في حقنا. شكرا لكم بزاف بزاف من الاعماق، وتحيه كبيره لكم خوتي العزاز. نتمنى لكم دوام الصحه والسلامه وطولة العمر اينما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن. الله يحفظكم من كل مكروه، الله يحفظكم من كل آفة يا ربي. صافا خوتي، هذا هو الطبق النهائي، وندوز ان شاء الله للطبق ديال الوليدات. نقليو لهم بطاطا اللي بغاو، ونديروا لهم شويه ديال الكفته من بعد ما درنا لها العطريه ديالها، وحكينا فيها شويه ديال الثومه وشويه ديال البصله، ودرنا عليهم ان شاء الله الطيب. نتوما مالي الخير، نديروا لهم خاطرهم. صافي خوتي، من بعد ما قلينا البطيطات نشدو داك طاكوس اولا الخبز الجاهز، تنديروا لهم لاصوص ديالهم اللي بغاو، كل واحد اش بغا من لاصوص. الله يعطيكم الخير. صافي نديروا لهم ديك الكفيته مع شويه ديال مطيشه وشويه داكشي اللي بغاو، نديروه لهم في بانيني ونعطيوه ليهم، وانتم مال الخير. هذا هو التقديم ديالهم. الله يحفظكم، شكرا والى اللقاء.